والله كل مرة نسمع بدعوات التصالح والصلح والمصالحة الوطنية، والشعب مش طايق روحه ولا طايق بعضها. والله شي يضحك. والله الواحد شن وده غير التهنى البلاد ويصفى القلوب، لكن في ناس ما تبي الشي هذا يصير. ليش؟ الله أعلم. في من الناس اللي تقول مستحيل أن تصالح مع حد لأنهم أجرموا في حقنا قبل، على أساس اللي يديروا فيه توا مش إجرام، خنبة وخطف وقتل ومساومات وشدينها في جرة بعضهم. بالله ليش يا جماعة الخير؟ حرام عليكم، والله عيب لهالدرجة وصلت بينا المواصيل. والمشكلة يقول لك الشعب الليبي طيب وما فيش أطيب منا. إيه، ترجموها لي بس عشان نفهمها أكثر. مرة واحد صاحبي جاي يشكي لي، قال لي صارت لي مشكلة قبل وما في واحد صب معايا، وقال لي صبوا يوقفوا مع الغريب وفي بعضنا سواسة. بالله لما جيت تفكر فيها تلقى الموضوع جديات بأبسط موقف. قال المثل أنا وأخوي علي ولاد عمي وأنا ولاد عمي على الغريب، جمعتنا بقلب ربي يطبقوا فيها. زمان لما الجار يضرب ولاد جاره بو الولد ما يقدر يتكلم، ولما يجي الولد يقول يا باتي راهو فلان ضربني، البو يزيد يضرب ولده مرة ثانية. زمان كنا نخاف وما نقدر نقولوها، وتوا غير اضرب ولا قول كلمة يجي ياكلك وكال وما يعقب كلمة عليك، وفوق هذا كله يقاطعك. سبحان الله، ما نديروش فيها بكل. ما قلنا لكم شعب ما فيش أطيب منه. الله يرحم أيام زمان اللي كان الحوش في الحوش والجار على قلب الجار. إيه يا دنيا. وعلى فكرة طيبين نحن راهو، هي كلمة حق تنقال. والله ما تمشي أمورنا وتمشي البلاد إلا لما نحن نحبوا بعضنا ونتظافروا ونخافوا على بعضنا ونصالحوا بعضنا ونمشوا لبعضنا. يهو يسرنا من اللي صار في هالبلاد. وصدقوني الدنيا ما هيش دايما لحد. عيش يومك واخدم بلادك واخدم خوك، وبالله ابداها صالح نفسك، بعدها صالح غيرك، ومنها توصل انك انت تصالح وطنك. ربي يحفظك.